تمام يا سيدي، خليك معايا كده نعيش الحكاية من أولها. ليلة شرم الشيخ ما كانتش ليلة عادية، دي كانت ليلة التتويج الحقيقي للسيسي قدام العالم كله. القاعات مليانة زعماء ورؤساء، فرنسا بماكرون، ألمانيا بشولتز، وإيطاليا بميلوني، كلهم جايين يسمعوا مش يتكلموا. لكن الغريب، الكراسي العربية فاضية، لا محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد ولا تميم. غيابهم كان عامل زي رسالة صامتة، بس السيسي مهتمش، لأن الليلة دي كانت ليه مش ليهم. وفجأة الباب اتفتح ودخل ترامب بنفسه بخطواته الواثقة وضحكته اللي كلها غرور، وقال بصوته العالي: أنا رجعت وأنا عاوز أعمل صفقة. بس السيسي كان واقف قدامه بثبات مصري معروف، بصله وقال له بابتسامة هادية: اللي عايز يعمل صفقة لازم يمشي على شروطنا مش شروطه. ترامب اتفاجئ، ضحك ضحكته اللي بيخبي بيها ارتباكه وقال: أنت أقوى مما كنت أتوقعه. فرد السيسي بنفس الهدوء: إحنا كده من يومنا. بس العالم نسي. ماكرون وقتها بص حواليه وقال لمساعده وهو بيهمس: ده مش مؤتمر، ده تتويج. الراجل ده مسيطر على المشهد كله. والألمان كانوا بيكتبوا ملاحظاتهم عن القيادة الجديدة للشرق الأوسط، أما اللي غابوا من العرب فكانوا بيتفرجوا من بعيد، بعضهم غيران وبعضهم ندم، لأن الليلة دي السيسي كان بيتكلم بلغة الكبار اللي حاولوا يحصروه أو يقللوا من دوره، شافوه وهو بيقعد على المسرح والعالم كله بيصفق. وفي نهاية الليلة لما الأضواء خفتت والوفود بدأت تمشي، كانت الرسالة وصلت: السيسي رجع، ومش بس رجع، ده استعاد العرش قدام عيونهم. شرم الشيخ ما كانتش مؤتمر، كانت ليلة التتويج الكبرى. قناتكم الريس تيوب محتاجة دعمكم. لما تضغط على لايك وتشترك في قناتنا باليوتيوب والتيك توك، ده أكبر دعم لينا وهيشجعنا إننا نستمر.